سمعت عن البنت اللي لابسها 1000 جن؟ انا معايا اكتر من 1000 جن. 1000 جن؟ اكتر من 1000 جن. بتشوفي انا معايا عشيرة كاملة. بتشوفي عشيرة كاملة؟ انا بأقسم بالله العظيم ان اللي حصل ان انا نملت كلي وحسيت ان روحي بتتسحب، وهي بتقولي ان هو كان في حد جنبي، صح؟ كان قاعد جنبي كان واقف جنبي وانا حسيت ان روحي بتتسحب. اول ما هي قالت يا جماعه ما حدش يقرا قران، انا حصلت لي دي وراحت. بتشوفيها حواليك يعني؟ بشوفهم حواليا وكلهم سود زنجيين. عارفه حضرتك الناس اللي هم السمر قوي اللي بيبقى عندهم شروط في وشهم؟ ماشي يا دينا؟ يا دينا مش سامعاني ولا ايه؟ مستعدية يا دينا انت تخفي ولا لا؟ مستعدية تخفي ولا لا؟ محدش يمسع. قلت له انا قبل ما اقول لك اسمي هقول لك البقاء لله. قال لي ونعم مين؟ ما كملش، قال لي ونعم مين؟ قلت له انا دينا، فاكر اللي قالت لك الفنجان؟ قال لي انا بدور على تليفونك من ساعه لما سمعت الخبر. انت فعلا مخلف. اهزمهم وانصرنا عليهم، اهزمهم وانصرنا عليهم. قصتنا النهارده مختلفة ومرعبة شويتين، واحدة من أرعب القصة اللي انتم طلبتوها واللي أنا عملتها في حياتي. مين البنت دي وإيه قصتها والموضوع بدأ إزاي؟ وإزاي عم درش لابسها 1000 جن؟ الموضوع غريب برضه. وحاليا البنت دي اتعالجت ولا إيه قصتها؟ ده غير جلسة العلاج اللي فعلا مرعبة. كل سنة وانتم طيبين، سهرة سعيدة، والمرة دي ايه؟ طويلة. ربنا يا رب يجمعنا على خير بصحة وسلامة. ومن غير ما اطول عليك كده، جهز التسالي بتاعتك، الاندومي، شاي، قهوة، وظبط لي قعدتك كده، ويلا بينا نبدأ قصتنا. من حوالي كام سنة كده ظهر حلقة من برنامج صبايا الخير اللي بتقدمه المذيعة ريهام سعيد. فكرة برنامج صبايا الخير إن هي بتنزل حاجات الغريبة شويتين تلاتة، حاجات مرعبة ملهاش تفسير، ظواهر غريبة. واحدة من الحلقات دي نزلت حلقة البنت بتقول إن لابسها 1000 جن. طب إيه القصة؟ ركز قوي معايا. في يوم من الأيام بطلة قصتنا اللي اسمها دينا كانت موجودة في الحمام، وقعت وقعة صعبة قوي على دماغها. فدينا ما اهتمتش الموضوع وقامت عادي وكملت يومها. تعدي فترة ودينا بدأت تلاحظ بحاجات غريبة شويتين، بدأت بتحس بصداع شديد بطريقة مرعبة. تعدي فترة وبدأت تشوف خيالات وحاجات كتير معدية، لحد ما جت فترة ودي كانت الرعب بالنسبة لها. دينا بتنزل دم من كل حتة في جسمها، من عينيها ودانها مناخيرها، بتنزل دم من كل مكان. طبعا راحت لمستشفيات كتير جدا، كل دكتور يقول لها انت ما فيكيش اي حاجه، انت سليمه. ممكن تكون في اقصى الازمات ان هي شعارات دمويه مثلا. فرحت مستشفى، دخلت. اول لما شافوني كنت ساعتها رايحه لهم وانا بنزل، اول لما شافوني دخلوني استقبال على طول. دخلت حطوني على الاجهزه جوه، الدكتور تابع معايا من اول لما دخلت وقال لي ما فيش اي حاجه في عينك، ممكن تكون شعارات دمويه، بس حتى شعارات دمويه مش هتنزل دم كده، هيبقى ميه معكره، يعني دموع معكره بس لونها بينك كده، مش دم كده. بعد ما خلصت وقال لي خدي الادويه واداني مرهم وقال لي غطي عينيكي. بقيت غطيت عينيا واحده بس اللي كانت بتنزل دم، كانت الشمال. اول لما اغطي دي تنزل، اغطي دي تنزل، اغطيهم الاثنين من غير بق ودني يجيبوا دم. كل ما يعني اسد منطقه او امنع المنطقه، مناطق تانية تشتغل. حطيت قطن هنا وهنا وفي بقي، بدأ صوابع ما بين ضوافري كلها تنطر دم، صوابع رجليا برضه نفس الموضوع، جسمي من جوه يتخربش. كان كله بقى ايه، قالوا هو ممكن الحاجه دي، قالوا لي انت وقعتي؟ قلت لهم انا وقعت في الحمام. فقالوا لي طب ممكن نشوف نعمل اشعه على المخ عشان خاطر كده ممكن يكون في ايه حاجه في المخ. بعد ما عملت الاشعه قالوا لي هو ما فيش اي حاجه، بس احتمال يكون في شرخ بسيط هو اللي بيعمل كده. زي ما قلت راح المستشفيات كتير وادويه ودكاتره بيقولوا انت ما فيكيش حاجه. طب ادام العلم ما جابش نتيجه، نجيب شيخ يشوفها ويقرا عليها. فاول مره والشيخ ده راح لها، دينا حكت كلام هيغير مجرى القصه 180 درجه. يعني اول شيخ جالي في المستشفى، محدش فينا اصلا من عائلتنا كنا بنفكر ان في حاجه فيها اسمها جن وكده، احنا كنا بنسمع بس ما كناش بنصدق. فاختي الكبيره كلمت شيخ وكده وجالي المستشفى، انا ما كنتش اعرف انه جاي. اول لما دخل المستشفى انا كنت نايمه، كانت الساعه 1 بالليل او 12 بالليل في المستشفى. انا حسيت بيه اول ما دخل المستشفى، خطوات رجله كانت عماله صداع جامد، وقايمه حاطه ايدي على ودني من كتر الدب
بتاع خطوات رجليه وانا كنت في الدور الخامس. صحيت من النوم قلت لها يا ماما انا سامعه صوت فظيع، صوت حاجه بتدب في ودني، حاسه ان طبلة ودني هتتخرم. قالت لي ليه يا دينا ما فيش اي حاجه من اللي انت بتقولي عليها دي؟ قلت لها يا ماما انا سامعه صوت فظيع. اول لما كان مثلا يقف انت حاسس بهدوء ان انا مطمنه، اول لما يبدا يمشي تاني بحس بنفس الصداع. ففي الفتره دي يعني مفيش دقيقتين 3 حسيت ان انا نمت، رحت في النوم لدرجه ان انا حسيت ان انا نمت اكتر من 7 ساعات. هو فتح الباب، هو كان حاطط مسك، انا بحب ريحه المسك جدا بس بقالي فتره كبيره بكره ريحه المسك، لو شميتها ممكن ادوخ ويغمى عليا. فاول لما دخل عليا الباب انا اتفزعت، كنت حاسه ان انا كنت بحلم واتفزعت. فاول ما دخل عليا ببص له كده بقول له، فبصت لاختي وبتقول لي ده الشيخ محمد يا دينا جاي عشان يتكلم معاكي. فقال لي طب بتحسي بحاجه مثلا وانت قاعده في البيت؟ قلت له عادي يعني بحس في اوقات زي بتخيل حاجه ماشيه معديه من جنبي، قطه حاجه كده. قلت له خلاص. هو مشي من هنا وانا ابتديت احس ان في جسمي كله فيه رمله وافضل انفض في جسمي، وحسيت بقى احساس غريبه بقت، حسيت ان في حد نايم معايا في الاوضه لدرجه ان انا ما كنتش بنام. من ساعه الموضوع ده وانا على طول جسمي بيترعش وساقع. على فكرة مش ده الغريب، بعد كام يوم يجي لهم خبر كان صدمة على الكل. الشيخ اللي راح لدينا مات في ظروف غامضة، صحي بعدها بكام يوم كده لقوا ان الراجل ده ميت. طب ازاي؟ بطريقة غريبة، مش موتة طبيعية، الراجل ده مات موتة غريبة. وعلى حسب كلام دينا برضو ان كل شيخ يجي لها بيحصل له حاجات غريبة او بيموت. طب انا دلوقتي وانا بكلمك وانت بتسمعني احنا مش فاهمين دينا مالها، فالمذيعة سألت دينا سؤال، طب ما تفهميني انت بتحس بايه ولا عندك ايه، ما تفهميني. انا معايا اكتر من 1000 جنيه. 1000 جن؟ اكتر من 1000 جنيه. بتشوفي انا 1000 معايا واحد؟ عشيره كامله. بتشوفي عشيرة كاملة؟ اه بتشوفيها حواليك يعني؟ بشوفهم حواليا وكلهم سود زنجيين. عارفه حضرتك الناس اللي هم السمرة قوي اللي بيبقى عندهم شروط في وشهم؟ نرجع بقى للظاهرة اللي بتحصل لدينا. دينا بتقول إن هي بتشوف خيالات وحاجات بتتحرك وبتشوف أشكال أو شكل الجن الحقيقي. انا بشوفهم شكلهم بني ادمين يعني؟ مش شكل بني ادمين، امال شكلهم الجسم جسم بني ادمين، لكن الوش مش وش بني ادمين خالص، وش حاجه مخيفه. عارفه حضرتك الفار، وش الفار بس على كبير والعين دي مستطيله. وبتقعدي معاهم يعني ايه؟ يعني تبقي قاعده كده يبقوا حواليها؟ ابقى قاعده مثلا قاعده وحاجات كده حواليا وجنبي بس ما بيبقوش لامسين الارض، بيبقى رجليهم فوق الارض، وبشوف حاجات في السقف وبحلم احلام وحشه وبحلم احلام وبتتحقق. طب لما بتشوفيهم حد بيكلمك بيقولوا لك ايه؟ يعني انا باللغه بتاعتي، اللغه المصريه، اللغه العاميه اللي احنا بنتكلم بيها دلوقتي. يقولوا ايه يعني مثلا اول حاجه خالص لما ظهروا عليا، ظهروا لوالدتي، ظهرت واحده طفله، وظهرت واحده ست كبيره، وظهر واحد راجل، وظهر ناس بتتكلم لغه مش معروفه، وظهر حاجات كتير. بس اول واحده فيهم لما حدت عليا قالت لماما ان هي اسمها مريم. ما شكيتيش خالص ان ده مرض نفسي وان عندك شيزوفرينيا؟ انا شكيت وقعدت قلت لماما يعني انا اللي بيحصل لي دوت، انا ما بيحصل لي حاجه انا ما بحسش بيها. يعني انا بيحصل لك حاجه ما بتحسيش بيها، ده مؤشر ان ده جن. يعني كل الشيوخ اللي انا اول لما بيحضر عليا حاجه، اول حضور انا فقرات ظهري اللي تحت بتبدا تنمل، تبدا ان انا جسمي يسترخي خالص، حاسه اني خلاص بقى انا هنام، انا فعلا بفقد عن الوعي وما بقاش حاسه باي حاجه. بس لما بتقولي ده انا عليا عشيره عندي 1000 جن، شرفك انهم 1000 جن. ما انا بشوفهم، هما الشيوخ اللي جولي كلهم اجمعوا ان هما عشيره كامله، وفيهم واحد عاشق واسمه وسطاف، ودوت عايز يتجوزني وانا مش موافقه. ان هو بيجي لي بالليل وبيحاول ان هو يبقى معايا. الاسود اللي وشه فار ايوه بيبقى عايز، بس هو مش اسود، هو ابيض، مش ابيض، هو يعني غامق عني شويه. يعني بني ادم برضو ولا لا؟ لا مش بني ادم. لحد ما جت لحظه ودينا مغيبه عن الوعي. انا بقى اقسم بالله العظيم ان اللي حصل ان انا نملت كلي وحسيت ان روحي بتتسحب، وهي بتقولي ان هو كان في حد جنبي، صح؟ كان قاعد جنبي يعني كان واقف جنبي، وانا حسيت ان روحي بتتسحب
وما وقفناش طبعا آية الكرسي. انا بنمل تاني. هو انا في خطر عليا لو هي عليها حاجه، بس انا حاسه روحي بتتسحب وبنمل كل. روحي بتتسحب دي انا قلقانه وخايفه. لا 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 ده زي ما والله العظيم اقسم بالله لا، ده زي ما يكون تأثير تنميل. ايوه هو تنميل صح. لا بس ده في لحظه، ده انا فضلت طول اللقاء عاديه. اول ما هي قالت يا جماعه ما حدش يقرا قرآن، انا حصلت لي دي وراحت ولا حاجه. طيب واحنا الدم ابتدى ينزل اهو من عينيها وممكن ينزل بقى من مناخيرك، ممكن ينزل من ودانك، ممكن ينزل من اي حاجه. والشيخ عمرو اهو سمعنا، عشان احنا مش عايزين نعمل مقدمه، عايزين على طول نقرا القرآن. لو الشيخ عمرو سمعني، هي بتقول ان هي قرا عليها شيوخ كتير جدا، قالوا لها ان عليها عشيره من الجن، من اكتر من 1000 واحد بتشوف ناس شكل الفيران، حد بيحاول يمسها وهي نايمه، ومحدش عارف يطلع من عليها خالص. اللي عليها مش واحد، اللي عليها 1000. وهي بتقول ان هي كانت شايفاه جنبي دلوقتي، ونشوف ده ايه. ممكن يكون شيزوفرينيا، ممكن يكون اي حاجه يعني، لان انا كملت قرايه قرآن الحقيقه وما حصلش حاجه. البرنامج كان جايب شيخ المحبوب لقلوبنا كلنا كمصريين، عمرو الليثي. الشيخ قعد مع دينا شويه يتكلم معاها عن الدين وربنا، ودينا بدأ يحصل معاها حاجات غريبه، بتفرك في رجلها زياده عن اللزوم، مش مركزه مع كلام الشيخ، لحد ما جت لحظه ودينا مغيبه عن الوعي. دينا صاحيه بس الجن مسيطر عليها بالكامل. الله اهل الكتاب. ماشي يا دينا؟ ها دينا؟ دينا مش سامعاني ولا ايه؟ مستعدية يا دينا انت تخفي ولا لا؟ مستعدية تخفي ولا لا؟ محدش يلمسها، محدش يلمسها. دينا من الصدمة دخلت في حالات تشنجات وأغمى عليها كذا مرة، ولحد دلوقتي واحنا مكملين القصة أنا وأنت معرفناش ليه دينا جالها كده. احنا فهمنا دينا وقصتها، لكن ما فهمناش الموضوع ده بدأ ازاي. ما هو أكيد يعني مش واقعة في الحمام هي اللي هتعمل كل ده. قبل ما أقول لك بس عشان ما تسرحش مني، جلسة العلاج اللي عملها الشيخ عمرو الليثي أنا عايزك تعرف دينا حصل لها إيه. فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اهزمهم وانصرنا عليهم، اهزمهم وانصرنا عليهم. بتكلم مع حضرتك ومرة واحدة حسيت ان انا مش سامعة اي كلمة، حسيت ان انا من عيني سبت. بعد كده ما حسيتش بأي حاجة غير وانا بكح جامد، كنت عايزة اجيب كل اللي في بطني. كأنك ترجعي. كويس. والتالت مرة حسيت بيها لما قمت وما كنتش قادرة اقوم. لو في لبس جامد او كده في الجسم يحضر ويحصل صراخ وصويت. ده ما حصلش، ان اصلا دينا العرض اللي بتشتكي منه عرض صداع فقط لا غير، ده بيبقى عرض من مس خارجي. لما قعدوا مع دينا شوية يتكلموا معايا عن حياتها ويومها، عرفوا حاجة هتقلب الدنيا، وكانت السبب في كل المصايب دي كلها إن دينا من صغرها بتحب جدا تقرأ الفنجان والكف، ومش أول مرة تعمل كده. وأنا وأنت عارفين إن قراية الكف والفنجان دي كبيرة من الكبائر يا جماعة، دي مصيبة. جاب واحدة وشرب منها وأنا عملتها. أول حاجة قلتها له أنت هتفقد حد عزيز عليك جدا وعزيز يعني عزيز عليك بطريقة فظيعة. قال لي يعني هفقد امي ولا ابويا ولا مين بالظبط؟ انت قلقتيني على فكره يعني. قلت له معلش انا بقول لك اللي انا شايفاه. قال لي وبعد كده قلت له انت هتمشي من المكان ده بسبب 3 هنا في المكان مش حابينك، وهتروح مكان مش كويس قوي، بس ربنا عشان انت هتستحمل المكان ده ربنا هيخليك تاخد مركز في مكان كويس جدا. بعديها قال لي طب انا ممكن اخد رقم حضرتك؟ قلت له انا هاخد رقمك وفي يوم من الايام ان شاء الله لو ليا عمر انا هتصل بيك. قال لي ماشي. رحت الشغل بتاعي وجيت وكذا يوم، اسبوع 2، وسمعت ان بابا شنودة مات.
فاتصلت بيه طبعا، هو وواحدة صاحبتي اسمها شيرين معايا في المدرسة، فبعزيها اتصلت بقى 6 الصبح. بقول لها يا شيرين البقاء لله، والله ما كانش عايزة عليك انتي بس، كان عايزة على المصريين كلهم عامة. واتصلت بيه قلت له يا مينا، قال لي مين معايا؟ قلت له انا قبل ما اقول لك اسمي هقول لك البقاء لله. قال لي ونعم مين؟ ما كملش، قال لي ونعم مين؟ قلت له انا دينا، فاكر لقيت لك الفنجان؟ قال لي انا بدور على تليفونك من ساعه لما سمعت الخبر. انت فعلا مخاويه. لا قال لي انت فعلا استاذه. مش استاذه ولا حاجه. فعرفوا السبب وبدأت مرحلة العلاج. تعدي فترة والتانية والبرنامج تواصل مع دينا، وهما بيتكلموا معاها بدأ يطمنوا على حالتها، وقالت في المكالمة إن هي حالتها بتستقر وبقت أحسن من الأول، ما بقتش تشوف حاجات، ما بقاش يحصل لها حاجات غريبة. الاسبوع دوت الشيخ عمرو الحمد لله يعني كان بيجيني، وكنت ببدأ العلاج. انا كنت قبل كده كان اي شيخ يجي يقول لي صلي كنت اجي عشان اصلي، عشان هو ما كنتش ببقى مقتنعه بيه، ما كنتش الصراحه ما كنتش بعمل اللي هو بيقول لي عليه بالنص. لكن الشيخ عمرو صراحه هو اول حاجه بدأها معايا في العلاج ان هو بدأ يعرفني فعلا ديني. انا مسلمه بس طبعا صغيره ان انا ما اعرفش ديني زي طبعا ما الشيخ عمرو فهمني. الحمد لله دلوقتي ما بقتش بس الصيد، باقين الليل الحمد لله. وتنتهي القصة بالبلدي كده نهاية سعيدة. ربنا يا رب وفقها في حياتها يا رب. عرفنا نتكلم ايه عن القصة الجاية، واستنوا الفيديو الجاي. كل سنة وانتم طيبين. بس كبني